قطار الدوري الوطني يصل للمحطة 12 والتي تنطلق مساء الجمعة بمباراة الدرك وإنتوكيفا في لقاء البحث عن استعادة نغمة الانتصارات بالنسبة للفريقين. الدرك الذي تعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام سنيم أفقدته المركز الثالث يسعى إلى استعادة مركزه، خصوصا أنه يواجه خصما بالمتناول على الورق. من جهته يطمح إنتوكيفا إلى تحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مراكز الخطر التي بدأ يقترب منها بعد نتائجه السلبية مؤخرا. في ثاني مباريات اليوم الثاني من الجولة يواجه FC نوادي بولكسر الذي يقدم مستوى متميز هذا الموسم مكنه من احتلال المركز الخامس في سلم الترتيب، بينما يسعى البرتقالي إلى تجاوز خسارة القارية والفوز بنقاط المباراة من أجل تقليص الفارق مع المتصدر، علما أنه يمتلك مباراتين مؤجلتين. وفي ثاني أيام الجولة يرحل المتصدر الجمارك إلى كيهيد وعينه على مواصلة تعزيز الصدارة وإنهاء مرحلة الذهاب وهو متصدر على الأقل، فيما يطمح الفريق المحلي إلى استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين. وعلى نجلة ملعب الشيخ بيدية يصطدم الأمن المدني بالشمال الساعي إلى العودة للمنافسة من جديد بعد خسارته أمام تفرق زين في الجولة الماضية والتي تراجع على إثرها للمركز السادس، بينما يسعى الأمن المدني إلى الخروج من قاع الترتيب الذي لازمه خلال الجولات الأخيرة. وعلى الملعب نفسه يستقبل كينغ نواكشوط سنيم، وكل منهما يبحث عن نقاط المباراة الكاملة من أجل تصحيح المسار قبل فوات الأوان. السنيم المنتشي بانتصاره الجولة الماضية على الدرك يسعى إلى مواصلة الاستفاقة والاقتراب أكثر من فرق المقدمة، وهو نفس الطموح عند ملوك العاصمة الساعين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضعهم على مقربة من صراع المقدمة. وفي مساء الأحد ستكون الأنظار متجهة نحو قمة الجولة بين تفرق زين والكونكورد، وإن اختلفت طموحاتهم هذا الموسم إلا أنها تبقى واحدة من قمم الدوري الوطني، فالزعيم كما يلقبه أنصاره يسعى إلى مواصلة عروضه القوية مؤخرا والوصول للانتصار السادس تواليا ذو تولي المدرب بكر كوليبالي الأمور الفنية، بينما يسعى أزرق العاصمة إلى تحقيق الانتصار من أجل الابتعاد ولو قليلا عن مراكز الخطر. ختام مباريات الجولة سيكون بمباراة الحرس وإنتر نواكشوط الجريح، والذي يقبع في المركز الأخير بعد سلسلة النتائج السلبية التي عانى منها الفريق مؤخرا رغم تغيير مدربه، فيما يطمح الحرس إلى تجاوز عثرة الجولة الماضية واستعادة توازنه بعد الخسارة الأخيرة أمام الجمارك. هي إذن جولة واعدة تشهد الكثير من الصدامات المباشرة بين الفرق المتنافسة في انتظار ما سيحدث على أرضية الميدان.